خليني أسألك سؤال غريب. آخر مرة عملت فيها حاجة كويسة، ساعدت حد، سكت عشان الدنيا تمشي وتعدي، أو دافعت عن حقك، أنت متأكد إن السبب اللي قلته لنفسك هو السبب الحقيقي؟ تخيل معايا المشهد ده. أنا في 6 أكتوبر داخل محطة بنزين شهيرة، ماسك كام حاجة في ايديا، مستني دوري عند الكاشير. نور ابيض لطيف جميل داخل جوه السي ستور، ناس داخله وناس خارجه، وصوت ماكينه الدفع كل شويه بيب بيب. وفجاه واحد بيدخل من الجنب يحط الحاجه قدام الكاشير وبيتعامل كأن الطابور مش موجود، او كأننا كلنا ديكور في المشهد، وانا بالذات كأني هوا. في اللحظه دي دماغي اشتغل في اتجاهين. اتجاه بيقول يا عم كبر دماغك، الموضوع مش مستاهل، واتجاه تاني يقول لو سكت انت كده بتكافئ قلة الذوق، ولو اتكلمت هل هبان عصبي؟ هل هعمل مشكلة من حاجة صغيرة؟ ولا أصلا دي مش حاجة صغيرة؟ انت كده بالظبط في مواقف كتير في حياتك. في الاجتماع اللي عايز تقول لأ بس بتقول أيوة، في اللحظة اللي نفسك تتكلم فيها بس بتسكت. انت مش دايما خايف من الكلام، أحيانا انت خايف من الجمهور اللي جواك. تخيل ان جواك فيل ضخم قاعد في النص، بس كل الناس عاملة نفسها مش شايفاه. الفيل ده هو الدوافع اللي بتتكسف تعترف بيها: المكانة، حب السيطرة، شكلنا وصورتنا الاجتماعية، الرغبة اننا نبان كويسين، والخوف اننا نتساب بره المجموعة. واحنا بدل ما نقول كده بنغلفها في كلام حلو: انا بعمل الصح، انا بس مستعجل، انا بساعد، انا خايف على المصلحة. الكلام ممكن يكون صحيح بس مش كامل. احنا مش دايما عايزين النتيجة اللي بنقول ان احنا عايزينها، بنقول عايزين حل، لكن في اوقات كتيرة عايزين تعاطف. بنقول عايزين عدل، لكن في اوقات كتيرة عايزين انتصار مش عدل. بنقول عايزين وضوح، لكن عايزين دليل اننا كنا صح من الأول. إحنا مش مجرد كائنات بتبرر، إحنا كمان كائنات بتتعلم وبتندم وبتختار تبقى أحسن. المطلوب مش إننا نشك في كل خير، المطلوب إننا نبقى صادقين كفاية، نعترف إن الخير أحيانا بيجي ومعاه مكسب، وإن ده ما يلغيش الخير لكن يخلينا أكثر وعيا. أديك مثال: عارف المدرب اللي فريقه يخسر 3-0 وبعدين يطلع في المؤتمر الصحفي يقول الأداء كان ممتاز والنتيجة مش عادلة؟ هو مش بالضرورة بيكذب عليك، هو بيلعب لعبة بتحميه من سؤال أصعب: هل أنا جزء من المشكلة؟ وإنت بتعمل نفس الحاجة في البيت وفي الشغل. لما فكرتك بتترفض وتقول أصله مش وقتها، لما تتجنب مواجهة وتقول أنا أرقى وأعلى من كده، لما تكرر نفس الغلطة وتقول هعمل إيه نصيبي كده. قبل ما تخش تنام هات ورقة وقلم واكتب موقف واحد من يومك، واطرح 5 أسئلة أو جاوب عن 5 أسئلة لموقف واحد. السؤال الأول: إيه اللي قلته؟ السؤال الثاني: إيه اللي كنت حاسس بيه جواك فعلا؟ 3: إيه اللي استفدته؟ يعني إيه المكسب الخفي؟ 4: لو كنت عملت اللي حاسس بيه بصدق، إيه أسوأ حاجة ممكن كانت تحصل؟ 5: هل المكسب الخفي يستاهل الفاتورة؟ الهدف مش انك تقتل الفيل اللي جواك او اللي جوه دماغك او مخك، الهدف انك تشوفه، لان الفيل في المخ مش عدوك، هو جزء منك. المشكلة مش انه موجود، المشكلة انك تسيبه يسوق وتفضل مقتنع انك انت اللي ماسك الدركسيون.